النهارده هنعمل الاكل ده معاكم. هنعمل الملوخيه والمكرونه والشاورما، حاجه كده تفتح النفس، بسيطه وسهله وسريعه. يلا بينا ندخل على الطريقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل معاكم طريقة الفراخ بالبصل. هي زي الشاورما بس مش شاورما يا حبايبي. الشاورما بنقعها قبلها بساعتين في الزبادي والثوم البودر والبصل البودر والبكاري والبابريكا والكلام ده. لكن دي حاجة بسيطة كده، سريعة، أكلة سريعة. بصل بالفراخ، يعني فراخ بالبصل، حاجة بسيطة. ندخل على الطريقة. معانا نص فرخة اللي هي الصدور اللي من فوق مقطعينها بالشكل ده. معانا بصلتين، معانا قرنين من الشطة مقطعينهم بالشكل ده. معانا طماطمايه. هنعمل معاها مكرونة دي التحمير. هنعمل ملوخية ناشفة وسلطة وطحينة. يلا ندخل على الطريقة ونقول بسم الله. حطينا حلة طاسة على النار، ضفنا فيها 4 معالق من الزيت. هنضيف البصلة والشطة مع بعض. بسم الله. حرك البصلة، تفضل معانا البصلة. طبعا مدام بصل حاطين لازم معلقة من الملح. لو حابة تحط الفراخ الأول تاخد تشويحة براحتك انت، حابة تحط البصل براحتك انت، يعني تكبر ريقك، بس أنا بحبها كده. أكلة سريعة وبسيطة وب5 دقايق تعملها لأولادك. يعني حاجة كده زي الشاورما بس مش شاورما طبعا. الشاورما طبعا بنحط لها حاجات تاني، مقادير تاني، يعني نحط لها زبادي ونحط لها بصل بودر وثوم بودر وجميع التوابل اللي بنحطها لها، وبنقعها ساعتين في الزبادي وفي الخل والكلام ده. لكن دي أكلة سريعة على قد الإيد، بسيطة خالص. حابة تعملي حاجة لأولادك بسرعة تعملوا الأكلة دي. تدبل معانا البصلة، هنضيف عليها الفراخ. مش هتاخد معاكي 5 دقايق، أكلة بسيطة وسريعة. دبلت معانا البصلة، هنشوي عليها الفراخ بالشكل ده. عايزين البصلة تدبل دبلان بس، يعني مش عايزينها تحمر ولا تصفر ولا أي حاجة، دبلان بس عشان ايه يبقى طعمها جميل. نسيب الفراخ كده ما نحركهاش تاني عشان ما تنزلش معايا المية بتاعتها. هنرجع لكم تاني. رجعنا تاني بعد ما استوت معانا الفراخ اللي بالبصل. شايفين ما شاء الله الجمال بتاعها، والله ما خدت معايا 5 دقايق على النار، ما شاء الله عليها. أكلة سريعة وبسيطة وسهلة خالص. عملنا معاكم المكرونة قبل كده، حطينا 4 معالق من الزيت وكيسين من المكرونة بنحمرهم لما يبقى لونهم ذهبي وجميل كده. بنضيف عليهم المرقة وربع معلقة من الفلفل الأسود. وهنا ضفنا ربع معلقة من الفلفل الأسود ونص معلقة من الكزبرة الناشفة وربع معلقة من الكمون وملح، ولا أي حاجة تاني، مفيش أي توابل تاني. هي التوابل بتاعتها كده، حاجة بسيطة وأكلة سريعة وطعمها جميل جدا. كده استوت معانا، نحط عليها النار، هنغطيها لحد ما نقدمها قدامكم. هنعمل معاكم المكرونه
والملوخية الناشفة عملناهم قبل كده، بس اللي ما شافهاش يشوفها تاني. أكلة بسيطة وسريعة، وربع ساعة تكون خلصتي أكلك. حاجة جميلة، مش مكلفة خالص. من نص فرخة بسيطة وربع فرخة عملنا صينية من التسبيكة دي، بصل وطماطم وفراخ، جميلة خالص. تحمر المكرونة، هنضيف عليها المرقة وهنرجع لكم بعد السوا. بعد ما خلصنا من الأكل يا حبايبي، هذه المكرونة المحمرة اللي عملناها مع بعض، هذه الملوخية، طحينة اللي عملناها مع بعض قبل كده، هذه الشاورما. أكل بسيط وخفيف، حاجة سهلة وسريعة، في ربع ساعة كنت عملت الأكل. لو عجبتكم الطريقة كتبوا لي بالتعليقات، ومع السلامة. متنسوش الاشتراك بالقناة والشير واللايك والضغط على الجرس.